ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشوني جدا. النهارده هتكلم معاكم يا جماعه على اغنيه رامي صبري الجديده من الالبوم الجديد، اغنيه لما بيوحشني. لسه نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه رامي صبري الجديده اغنيه لما بيوحشني، الاغنيه من كلمات احمد علي موسى ومن الحان رامي صبري نفسه ومن توزيع طارق توكل. انا سمعتها كذا مره وكانت من اكتر الاغاني اللي انا كنت مستنيها في الالبوم، وكنت عايز اعرف الاغنيه دي يا جماعه تكملتها لغايه فين. ان بجد انا سمعت البرومو بتاعها كانت شداني جدا ان انا عايز اكملها واعرف الاغنيه دي هتوصل لفين. يعني الاغنيه يا جماعه بجد شايف انها من الاغاني اللي هي القويه الدراما الالبوم رامي صبري السنه دي بصراحه بعد يمكن خير. الاغنيه يا جماعه ما فيهاش غلطه. يعني مبدئيا كده يا جماعه لو جيت اتكلم ككلمات احمد علي موسى يا جماعه نزل كذا اغنيه لكذا مطرب باسمه. الراجل ده يا جماعه بجد عامل شويه كلمات بجد يا جماعه يعني تحفه. يعني انا عايز الراجل ده ان هو يكتب لكل الفنانين الفتره اللي جايه. بجد يا جماعه كان غيابه كان كبير. يعني هو عامل بصراحه يمكن خير، وعامل اغنيه لما بيوحشني، وعامل اغنيه يا دايره لعمرو مصطفى. فيا جماعه الراجل بجد جامد قوي، بيعمل شغل حلو كتير وعايز يشتغل مع كل المطربين بصراحه. اضافه يا جماعه لاي مطرب بصراحه. الشاعر ده راجل محترم وشغله كده بروفيشنال، والكلمات بصراحه يا جماعه دايما موزونه ودايما بحسها صح ودايما بحسها في مكانها وفي محلها. الكلمات كانت من اقوى الحاجات اللي في الاغنيه. رامي صبري يا جماعه عامل لحن كان حلو جدا، شايف ان هو كان ملائم مع الكلمات. الراجل بصراحه يا جماعه عامل في الالبوم السنه دي شويه الحان بجد يا جماعه يعني مش عارف اقول عليها ايه. بجد يعني الراجل المره دي مركز جدا في الالبوم. 8 اغاني بس بصراحه هيبقوا 8 اغاني يا جماعه تقال. الاغنيه دي يا جماعه هتعدي وهتطلع ترند وهتشوفوا الكلام ده بعدين. الاغنيه يا جماعه فعلا هتنجح نجاح كبير بعد اغنيه يمكن خير. يعني انا شايف ان يمكن خير ودي وراها على طول في النجاح وفي الاغاني اللي هتستمر رامي صبري قدام. شايف يا جماعه ان في كمان توزيع كان بصراحه من طارق التوكل، كان يا جماعه روعه بجد. التوزيع كان حلو جدا يا جماعه. من الحاجات اللي شدتني في الاغنيه كان مع الكلمات التوزيع يا جماعه، البيانو والتوزيع والشغل اللي اتعمل والتيمه اللحنيه بتاعت الاغنيه. شايف يا جماعه ان في فعلا شغل يستحق ان احنا نسمعه ونتفرج عليه يا جماعه بصراحه. انا بس في حاجه ما كانتش عجباني، هو ان انا كنت فاكر ان الالبوم هينزل فيديو كليب، وفيديو كليب متقسم على احداث مربوطه في بعض. طلع يا جماعه الكلام ده كله تقريبا مش مظبوط. يعني الاغاني هتنزل ليركس عادي، وكل المقاطع الصغيره اللي احنا شفناها دي مش من كذا كليب. هي عباره عن انها هتتعمل زي فكره تشويق، ان انا بعمل تشويق مصور من كل اغنيه مقطع تمام عشان اعمل بيه تشويق للاغنيه، او ان انا اعمل ليها زي سبونسر او تسويق. هي الفكره حلوه وجديده، انا معاكم في كده، بس انا اتعب واصور مقطع من كل اغنيه؟ طب ما اكمل الكليب لاخره عشان انزل كذا كليب للالبوم. يعني مثلا اعمل احداث مربوطه في بعض. انا كنت عايز حاجه احسن من كده، ان انا اشوف لكل اغنيه فيديو كليب. بس رامي صبري بقى هو اللي كان عامل الفكره. فكره تحتسب لرامي صبري بجد. فكره يا جماعه برضو جديده ما اتعملتش. وبصراحه كفايه يا جماعه التسويق اللي معمول للالبوم والترويج اللي بشكل كويس جدا بجد السنه دي. فدي يا جماعه اهم حاجه، ان انا شايف تسويق وشايف ترويج للالبوم من الاغاني القويه لرامي صبري واللي هتعيش له سنين كتير، وان انا هرجع اسمعها يا جماعه. والاغنيه بصراحه موضوعها حلو، يعني اللي هو ليه معاها ذكريات وما يقدرش ينساها، وكل اللي هو كان بيعيشه وكل حاجه، وان هو دايما بيكلمها في الصور ودايما شايفها في كل مكان ومش هيقدر ينساها حتى لو عدى 100 سنه. بصراحه يا جماعه هي فكرتني باغنيه نفسي اعرف، كانت نازله برضه في البوم غمضت عيني رامي صبري الالبوم القديم بتاعه. فكرتني بيها شويه، نفس الطريقه والعزف البيانو الهادي وبعد كده يعلى شويه. حتى يا جماعه الكلمات برضو كانت دراما تقيله زيها كده. يعني وانا قاعد بتفرج على البرومو كده كنت قاعد عمال اعيد في البرومو يا جماعه بتاع الاغنيه دي كذا مره، عايز اعرف الاغنيه دي ايه ده، يعني هتوصل لفين تاني، عايز اسمعها للاخر. فبصراحه يا جماعه الاغنيه شايف انها من الاغاني القويه رامي صبري. عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي تحت رايكم، قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده. شايفين ان رامي فعلا عامل البوم السنه دي مختلف وجديد ولا لا؟ ده اللي كان عندي النهارده. لو انت استفدتوا تشوفوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قاعده مصدر. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.